نحن بصدد الزيارة للمعرض لمعرض البناء والتجهيز في النسخة ديالو الخامسة، واللي حقيقة أنا كمتتبع لهذا المعرض منذ تقريبا النسخة الثانية ديالو، أو مقارنة بآخر نسخة اللي هي النسخة الرابعة، فهناك تطور ملحوظ جد ملحوظ، وهذا كيرجع للإرادة ديال المنظمين والعزيمة ديالهم باش ينجحوا هذا اللقاء اللي هو لقاء دولي وفيه مشاركين من عدد من الدول، من كوريا الجنوبية أظن البرتغال وفرنسا، وايضا بطبيعه الحال الحضور ديال الشركات المغربيه في احجام متعدده. هناك شركات معروفه ذات صيت عالمي، واخرى كتشتغل على المجال الوطني. انا غير كنشد بحراره بهذا المنظمين، لان احنا كمجلس كجماعه ايضا كنشجعوا جميع الانشطه اللي من خلالها كيكون واحد استقطاب استقطاب واحد العدد ديال الناس، ديال المشاركين، ديال الزوار سواء محليين وطنيين او دوليين، واللي كيعطيو واحد القيمه مضافه لهذا المعرض. انا شرت بانه اليوم مقارنه مع السنه الماضيه، اليوم هذا المعرض قفز من 90 عارض الى ما يفوق 170 عارض. وايضا كانت المساحه المخصصه للمعرض في النسخه السابقه هي ما يناهز 1500 متر مربع، وهذه السنه الحمد لله كاينه واحد المساحه مهمه جدا اللي هي تناهز 4000 متر مربع. اذا هذه الانشطه احنا مرحبا كمجلس كنرحبوا بهذه الانشطه اللي كما قلتها تعطي قيمه مضافه اقتصاديا، وتشجع ايضا ربما الاستقرار ديال بعض الشركات في الجهه ديالنا اللي عنده واحد الوفره، واحد العرض مهم في بالنسبه للوعاءات العقاريه او لي زون المناطق الصناعيه. ايضا تشجع انه الاهتمام بالمدينه اللي الحمد لله اعطاها الانطلاقه صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو في 2020، انطلاقه برنامج التنميه الحضريه اللي هو برنامج مهم جدا، واللي غيعطي واحد، احنا كنعتبروا انه انبعاث جديد للمدينه. اذا مرحبا بهذه الانشطه كلها اللي كما قلت من شانها انه تعطي واحد الدفعه مهمه لمدينه اكادير. ونتمنى ايضا ان شاء الله حظ موفق في النسخه القادمه بمشاركه اكثر، باشعاع اكثر، سواء للمعرض وايضا للقيمه المضافه لمدينه اكادير.